بدأت هجومية من الفرقتين، ونادي الزمالك اللي هيبقى على شمالك لو انت قاعد في مقصور استاد القاهرة بيمثله عبد الواحد السيد لحراسة المرمى، مغير طريقة لعبه النهارده توفيستر. وائل الأباني ظهير قشاش، قدامه اثنين مدحت عبد الهادي وحسام عبد المنعم. في الجنب اليمين ابراهيم حسن، الجنب الشمال طارق السيد، تامر عبد الحميد لاعب وسط ارتكاز، وعلى يمينه محمد عبد الواحد، وعلى شماله حازم امام، ثم حسام حسن وجمال حمزه. تشكيل نادي الزمالك. تشكيل النادي الاسماعيلي: محمد صبحي لحراسه المرمى، قدامه عماد النحاس ظهير قشاش، عمرو فهيم وعطيه صابر. في الجنب اليمين اسلام الشاطر، الجنب الشمال سيد معوض لاعب وسط ارتكاز خميس جعفر، وبجواره محمد عبد الله. والجنب اليمين هجومي محمد بركات، واثنين راسين حربه بيلعب محمد صلاح ابو جريشه وعبد الحميد بسيوني. طاقم التحكيم بقياده احمد عوده، وبيعاون وجيه احمد نادر عبد المقصود، والرابع رضا البلتاجي. ادي هجمه لنادي الزمالك، جمال حمزه واستلام حلو من حسام وتسديده تبقى ضربه مرمى للنادي الاسماعيلي. ادي هجمه لنادي الاسماعيلي اتعملت حلوه قوي لبسيوني، ورا عند خميس جعفر، يغير اللعب في اليمين لاسلام الشاطر، يلعب عرضيه جوه المنطقه، مدحت بسهوله كده لابراهيم حسن. ادي كوره لجمال حمزه، فات حلو وحطها وفرصه، لكن على طول في ايد محمد صبحي. ادي الكابتن محسن صالح مدرب او المدير الفني للنادي الاسماعيلي. ما تيجي فرصه هقول لحضراتكم نتائج الاسبوع بالكامل. ادي كوره طويله سيد معوض، احد الاوراق الرابحه للنادي الاسماعيلي، يلعبها هات وخد مع محمد عبد الله. تاني اتعملت حلوه قوي، خميس جعفر وفات وفرصه والهدف الاول. الهدف الاول لنادي الاسماعيلي اتعملت حلوه قوي البركات، وفات بسهوله غريبه يدخل ويحطها بالعرض ليه محمد بركات المنفرد تماما، يحطها بمنتهى السهوله في المرمى الخالي في الدقيقه 13 لتتقدم قافله الدراويش بهدف. ولا اجمل من كده، الصناعه حلوه قوي، وبركات مستني في الزمان والمكان والميعاد عشان يسجل الهدف الاول للنادي الاسماعيلي. قلت لكم مباراه مفتوحه، مباراه مهمه. ادي الراجل فات حلو قوي، هنشوفها في الاعاده، فات مش ممكن، فات بمهاره. ادي ال1 2 ومكمل وداخل وفات وحطها عرضيه لبركات، قال له هات جون يا بركات. ما كدبش خبر بركات عشان يسجل الهدف الاول في الدقيقه 13. الكره اتعملت حلوه قوي واتفاتت كويس قوي ما بين بركات وبسيوني عشان يتقدم الاسماعيلي. وادي تسديده من نادي الزمالك تبقى ضربه مرمى للاسماعيلي. ادي الكوره سيد معوض، فات بركات، يبقى بسيوني اللي جاب الجون. فات بركات حلوه قوي وحط البسيوني، قال له يلا يا بسيوني الجول الفاضي، يسجل بسيوني الهدف الاول للنادي الاسماعيلي. بركات هو اللي عمل الجون الحقيقه، حطها حلوه قوي البسيوني، ما لاقيش اي مشكله. نموذج للاعيب الكوره. تاني يقطع سيد معوض، عبد الحميد بسيوني حط البركات. بقول لحضراتكم في هنا مشكله واضحه، وصفاره وضربه حره مباشره للنادي الاسماعيلي. سيد معوض مكان حلو وعرضيه وخطر تاني وبالراس، وتبقى ضربه مرمى اتعملت حلوه قوي لابراهيم حسن، وعرضيه ومحمد صبحي. حلوه قوي الجمله اتعملت. مدحت عبد الهادي هيبدا ياخد مشوار، محمد عبد الواحد عدل ورجليه كويسه ويشوط ويطلع على طول. عطيه صابر لكن يطلع تاني، توصل لابراهيم حسن، عايز يلعب الهات وخد مع حازم. ادي محمد عبد الله وخميس جعفر بيتناوبوا الرقابه على حازم. ترجع تامر عبد الحميد، تامر لابراهيم، بيدور يدي لمين؟ دفاع متكتل من النادي الاسماعيلي، اخيرا لجمال حمزه، الهات وخد، وحازم دخل جوه المنطقه ولعب العرضيه، يطلع على طول عمرو فهيم، وتوصل تبقى الركنيه الاولى في اللقاء لنادي الزمالك. مباراه حلوه. وادي حازم امام والضربه الركنيه الاولى للزمالك، يلعب على طول ويطلع، اتلعبت على طول وتبقى ضربه حره مباشره. محمد عبد الواحد ويلعب عرضيه زي ما قلت لحضراتكم، يبقى شكلها حلو لكن ما تجيبش جول. اتلعبت جوه المنطقه من طارق السيد وابراهيم، ومنتهى الخطوره وتسديد وحش قوي، وتبقى
ضربه ركنيه لنادي الزمالك. وائل الاباني هات وخد، تروح لوائل مره ثانيه ويلعبها، لكن تكتل دفاعي منظم لنادي الاسماعيلي. وادي الهجمه المرتده اللي في منتهى الخطوره، ومكمل على طول المره دي بسيوني، ويلعب عرضيه مره ثانيه، لكن عبد الواحد في الوقت المناسب. عبد الواحد يقطع حازم ويبدا هجمه للزمالك. حازم امام مكمل، ونفس المهاره بتاعت بركات لحازم، حطها حلوه قوي على حدود المنطقه، والتسديد ومحمد صبحي. اللعبه حلوه قوي من سيد معوض لبركات، فات هنا سهل من مدحت عبد الهادي، خاف يمد رجله عشان ضربه الجزاء. الاباني متاخر شويه، حسام عبد المنعم مغطي في الجون، عبد الحميد بسيوني لوحده، يبقى الهدف. ادي اول غلطه ما بين ابراهيم وما بين تامر عبد الحميد، ثم المراوغه الجميله من بركات. ادي المهاره الفرديه تفرق هنا، وعدم الرقابه على عبد الحميد بسيوني اللي كان المفروض يقوم بيها وائل الاباني. لكن بركات والله قلت هو صاحب الهدف، ما كانش هو، لكن هو الحقيقه ليه 80% من الهدف. ادي المقصوره، مهندس سامح فهمي بيرعى مهرجان النهارده، وادي حلوه قوي بالعرض وجوه المنطقه، يطلع دفاع الاسماعيلي. زي ما قلت لحضراتكم كانت لفته جميله من مؤسسه اخبار اليوم، تخصيص ايراد المباراه لصالح ضحايا قطار الصعيد. كابتن عزمي مجاهد قال لي ان الايراد بيقترب من 600,000 جنيه. سيد معوض، سيد برضه مساحه فاضيه، يدي على طول لبسيوني اللي بيتطرف ناحيه الشمال، كان عايز يطلعها بره، توصل على طول تاني محمد عبد الله، مستني اسلام الشاطر، وطلع اسلام فعلا ويلعب العرضيه وتخبط، وتبقى الركنيه الثانيه للنادي الاسماعيلي. بركات عبد الله عرضيه، يطلع المره دي حسام عبد المنعم، توصل لخميس جعفر، والهدف الثاني الرائع، الهدف الثاني الرائع محمد عبد الله. محمد عبد الله جون ولا اجمل يا ابني، ولا احلى ولا اروع من كده. الله على الجمال، محمد عبد الله صاروخ ما يشوفهاش لا عبد الواحد ولا غيره، وتصفر المدرجات. جميله 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 من محمد عبد الله، اتعملت له حلو، ردت من دفاع نادي الزمالك، استلم محمد عبد الله واطلق صاروخ في المقص اليمين لعبد الواحد السيد، ليتقدم الاسماعيلي في استاد القاهره 2-0. محمد عبد الله في الدقيقه 30. الله، ادي على طول طلع حسام عبد المنعم، استلم وقرر انه يشوط، شاط قنبله في المقص اليمين، ولا عبد الواحد ولا غيره. 2 الاسماعيلي لا شيء الزمالك. طارق السيد، هجمه للزمالك، ادي الكره مره ثانيه اتحطت بالظبط، عرضيه وفرصه، يطلع على طول عماد النحاس، توصل لمحمد بركات. هو محمد بركات الفتى بركات، واداء رائع، ولسه المباراه فيها، لسه فيها كتير، افتكروا لسه فيها كتير. ضربه حره مباشره على نادي الزمالك وادي ابراهيم حسن، وياخد انذار صح من احمد عوده. هو شاط الكوره في اتجاه احمد عوده ابراهيم، وقرار احمد عوده صح، لا داعي للاحتجاج، والكره ضربه حره مباشره. العصبيه طبعا لان الزمالك مغلوب 2-0، هيأثر في ايه؟ ادي حلمي طولان صح، احمد رمزي صح، ارجع وركز في ملعبك، ده الكلام. لو الكره اتلعبت هتلاقي الانذار صح لابراهيم حسن، مفيش كلام. انذار في الدقيقة 32 لابراهيم حسن. هذا احمد رمزي بيشاور لحسام بيطمن عليه، وفيليكس بيسخن، وادي احتياطي الاسماعيلي. عبد الواحد لسه ما اداش دوره، نص ملعب نادي الزمالك خالص. طارق السيد عايز يلعب عرضيه، طارق مش سايبه محمد عبد الله بيأدي واجب دفاعي، ويلعب عرضيه فعلا جوه المنطقه، يطلع عطيه صابر ومفيش تسلل، وجه احمد بيقول مفيش تسلل وقراره كان صح. وادي تاني هجمه، وادي بركات ومكمل بركات وبركات وداخل، وهيبقى انفراد وفرصه 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 وبركات، والهدف الثالث، والهدف الثالث محمد بركات. محمد بركات
في مفاجأة غريبة جدا. محمد بركات الراجل ايه؟ مشوار ماراثوني يا بركات، من نص الملعب. تفرق المهارة، تفرق المهارة، تفرق الشجاعة، تفرق الشجاعة، يفرق بركات، يفرق الفتى بركات. يا سلام، قطع منين وخد مشوار من نص الملعب بالظبط وفات، وثلاثة من مدافعي الزمالك بيجروا وراه، لكن هيروحوا فين؟ جري وكمل وفات ودخل جوه المنطقة وحطها من فوق عبد الواحد في الدقيقة 38. محمد بركات الهدف الثالث. طبعا عايز اقول لكم الدنيا مش سايعة محسن صالح، بس خايف لانه عارف ان المباراة، بصوا حضراتكم منين؟ ده مشوار حوالي 70 ياردة. بص بقى، ابراهيم حسن، تامر عبد الحميد، مدحت عبد الهادي، لا مش مع بركات، واستعجل قوي يا عبد الواحد السيد في الطلوع، تخبط في ايده وتبقى. بص حضراتكم ادي 1 2 وحسام عبد المنعم ومدحت عبد الهادي، فرق السرعه لصالح بركات. قلت لكم من البدايه في حته سرعه محسن يا صالح 10 على 10 في الخداع في بركات. 3 الاسماعيلي لا شيء الزمالك في اكبر المفاجآت حتى الان. ابراهيم حسن، تامر عبد الحميد، حازم امام، ابراهيم، وعرضيه، وادي محمد صبحي كالعاده بالبوكس، ما عندوش ثقه انه يمسك. توصل مره ثانيه لعبد الواحد، منه لحسام عبد المنعم، محمد عبد الواحد، عرضيه راسيه، حسام بيحاول وطالع صبحي كالعاده برضه بالبوكس ولسه فيها وفوق العارضه، فوق العارضه. وادي واحده حلوه وحازم امام وهيلعب العرضيه وعرضيه، لكن يطلع مين؟ العاقل عماد النحاس. توصل تاني لحازم امام وتبقى رمي التماس. زي ما بقول لحضراتكم المباراه فيها، بتقول لي لسه فيها؟ ايوه لسه فيها، انا بقول لحضراتكم لسه فيها. وادي عرضيه مره ثانيه، وادي فيليكس توصل لعبد الواحد وعايز يشوط وفات، وضربه حره غير مباشره على النادي الاسماعيلي. احمد عوده ادى ضربه حره غير مباشره على النادي الاسماعيلي خارج خط السته بياردتين. هنشوفها كده في الاعاده. ادي فيليكس وادي الكوره وادي الاستلام، هنا مفيش، ادى الفرصه، هنا ادى ضربه حره غير مباشره هتتحط لحازم امام، غير مباشره لازم تلمس، واتحطت واتشاطت ويطلع على طول دفاع النادي الاسماعيلي لان محطوطه لحازم. حازم رجليه مش تقيله، تتلعب عرضيه وتخبط وتبقى ضربه ركنيه لنادي الزمالك. لكن هنا ركن ما تنفعش، اتلعبت ورا اهو. محمد عبد الواحد يلعب عرضيه جوه المنطقه وبالراس يطلع على طول دفاع النادي الاسماعيلي. عبد الواحد طويله، استلم الاباني وحطها حلوه في الشمال لطارق، وعرضيه والهدف الاول. يا مش ممكن قطع حلوه قوي فيليكس، لكن والله برافو يا عماد يا نحاس. صفاره نهايه الشوط الاول اعزائي المشاهدين من حكمنا الدولي احمد عوده، بتقدم الاسماعيلي ب3 اهداف نظيفه. عبد الحميد بسوني الدقيقه 13، محمد عبد الله الدقيقه 30، محمد بركات في الدقيقه 38. الشوط الثاني من لقاء الزمالك والاسماعيلي، واصبحت النتيجه 3-1. خطأ قاتل من محمد صبحي حارس مرمى نادي الاسماعيلي، كرة عرضية مسكها وقعت منه، مسكها تاني وقعت منه. تلاقي احمد فيليكس المتابع يسجل الهدف الاول لنادي الزمالك لتقترب النتيجة الى 3-1. زي ما قلت لحضراتكم المباراة فيها كتير وفيها كتير قوي، وزي ما قلت لحضراتكم برضه في الشوط الاول ان في مشكلة عند محمد صبحي في الكرات العرضية، هو بيفضل يستعمل البوكس. المرة دي مسك، وقعت من ايده وما كانش حد معاه، وقعت من ايده بغرابة شديدة جدا للمرة الثانية، عشان تلاقي القناص احمد فيليكس يسجل الهدف الاول لنادي الزمالك لتقترب النتيجة الى 3-1. ولسه المباراة فيها الاسماعيلي. الزمالك بادئ الشوط الثاني بسيطرة، تامر عند فيليكس وتتحط وتتشاط، ومحمد صبحي اعتقد انه هيغير، مهزوز جدا الهدف منه. وادي كرة سهلة تتشاط تقع من ايده، من حسن حظه تبقى ضربة ركنية اهي. حظه كويس قوي محمد صبحي، ومشاجرات داخل الملعب بدون داعي، مفيش داعي خالص. المباراة ماشية كويس. انا بعتقد ان محسن صالح وابو ليلى هيبقى لهم قرار في محمد صبحي بعد الركنية، اعتقد كده. محمد فتحي يستعد، دي من وجهة نظري طبعا، ممكن لانه مهزوز. ادي التوتر في المقصورة في الملعب. ابراهيم حسن عنده انذار، يعني راح بحمية
عشان ياخد الكوره هو وتامر عبد الحميد. ادي تامر وادي الاندفاع وادي حازم. لكن القصه كلها يا جماعه بسيطه خالص، عايزين نبقى محترفين بجد. وانتهت المشكله على خير وبقت ضربه ركنيه، وكل الكرات العرضيه هتشكل خطوره. الاستاذ ابراهيم سعد والاستاذ جلال ديودار، والعرضيه من خالد الغندور وكالعاده تقع من صبحي، وادى المره دي انذار لان في لمسه يد على جمال حمزه. يلعب عرضيه على حدود المنطقه، استلام ممتاز من فيليكس وتسديد. المره دي يمسك محمد صبحي، بيقول له يا محمد ما تخافش ما تقلقش. توصل لبسيوني وبالعقل توصل لبركات، والجنب الشمال فاضي خالص سيد معوض، فاضي خالص سيد معوض. كمل بركات وحطها في اليمين، والهدف الرابع عبد الحميد بسيوني، والهدف الرابع عبد الحميد بسيوني، والهدف الرابع. يومك يا اسماعيلي، يومك يا بسيوني، يومك يا بركات. مش ممكن بركات اللي بيعمله الراجل ده، ومش ممكن اللي بيعمله دفاع نادي الزمالك. ادي عبد الواحد بيقول لهم طلعوني، مش ممكن يا بركات الجمال اللي انت بتعمله النهارده في الكوره. بقول لحضراتكم عنوان هجوم الاسماعيلي بركات بركات، بسيوني بسيوني. لكن ما شاء الله مهاره، لياقه، متعه، ابداع بيقدمه النهارده محمد بركات. على عكس سير اتجاه الشوط الثاني، بركات ياخد واحده اهو. مكمل بصوا حضراتكم دفاع الزمالك بيرجع 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 بيرجع، محدش قابل. اتحطت لبسيوني، حطها قذيفه على يمين عبد الواحد. 4-1 والمباراه لسه فيها، ايوه لسه فيها. 4 الاسماعيلي 1 الزمالك. والهدف الثاني عبد الحميد بسيوني والرابع للاسماعيلي. مشكله البطء في دفاع نادي الزمالك، الارتداد للخلف، عدم المقابله، ما حدش بيقابل. يعني الراجل اللي معاه الكوره كله بيرجع. عرضيه على الفاضي صبحي كالعاده، والهدف الثاني، والهدف الثاني على الفاضي صبحي كالعاده، والهدف الثاني. اداها ضربه حره مباشره احمد عوده، ادى ضربه حره مباشره احمد عوده. هنشوفها مرة تانية. ابراهيم، ادي العرضية من ابراهيم حسن. نشوف محمد صبحي في دفعة كده من فيليكس، شاف احمد عودة في ايد محمد صبحي الثابتة. نشوفها تاني. ادي العرضية من ابراهيم سهلة لمحمد صبحي. ادي الدفعة، صحيح في دفعة لكن برضو طلع ضعيف محمد صبحي. حارس المرمى يا جماعة لابد يطلع ركبته قدامه، طالع من اعلى نقطة، منادي، طالع بقوة عشان ياخد زميله وياخد المهاجم. ادي الكرة اهي، وتبقى ضربة حرة مباشرة لنادي الاسماعيلي. دفاع الاسماعيلي عمرو فهيم، عطية صابر، عماد النحاس، على اليمين اسلام الشاطر، على الشمال سيد معوض، خميس جعفر، نجوم فوق العاده. جمال حمزه، فيليكس، فات هيلعب عرضيه، فات مره ثانيه وضربه جزاء مظبوطه 100%، مفيش كلام، مظبوطه، قرار مظبوط 100% يا احمد يا عوده، ومعاه انذار. عاجبني جدا. اولا قريب من الكوره اهي، ادي فيليكس، فات ايد عاديه صابر، خدت الكوره فيها تهور ولا مبالاه وفيها تعمد فيها، يبقى على طول فيها انذار وفيها ضربه جزاء. صح احمد عوده، صح، وضربه جزاء. بقول لكم المباراه فيها كتير، صح، مباراه صعبه. وادي حازم امام نمره 1، ومحمد فتحي بيسخن، ومحمد صبحي بيقول انه مصاب. بيبقى صعب قوي على الحارس انه ينزل على ضربه جزاء، صعب يعني. اهو واقع محمد صبحي. على فكره مباراه الاسماعيلي والزمالك بتشتهر بضياع ضربات الجزاء من الاسماعيلي، عشان جمهور الزمالك بس ما يقولش حاجه. ضيع محمد حازم مرتين، وضيع ياسر عزت مره في العهد القريب يعني. انقذ حسين السيد من ياسر عزت، وانقذ طارق عبد العليم من محمد حازم، والثانيه طلعها بره. ادي محمد صبحي بيقول مش هكمل. حازم امام الدقيقه 22 من الشوط الثاني،
وضربة الجزاء اللي لو دخلت تعيد الزمالك للمباراة مرة تانية تماما. حازم والإشارة من عودة، وحازم وصبحي، وحازم إمام، وجوه الجول. حطها حلوة قوي على شمال محمد صبحي. تقول لي حلوة البنالتي فيها حلوة؟ فيها حلو. حطها بعقل وبهدوء على شمال محمد صبحي عشان تصبح النتيجة 4 الإسماعيلي 2 الزمالك. حازم إمام الدقيقة 67 يسجل الهدف الثاني لنادي الزمالك. مباراة حلوة 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 حلوة، ومتجاهل تماما التغيير محمد صبحي. مش قراره، قرار المدرب، وهو شايف أفضل ورايح له أحمد عودة وشكله هيديله انذار. والله برافو يا عودة، والله برافو يا أحمد عودة. بتلعب يا ابني ماتش بسم الله ما شاء الله عليك النهارده. كل حاجة صح في القانون عاملها أحمد عودة. طلع محمد صبحي لأنه عطل وقت. هو اداله ليه؟ مش عشان حاجة، لأنه عطل الوقت. وقف عشان يغير، ما غيرش هنا بدعوى تعطيل المباراة وتضييع الوقت. طلع محمد صبحي ونزل محمد فتحي، وتغيير اضطراري للنادي الإسماعيلي. هيشوط جمال حمزة وشاط وتخبط على طول. زي ما بقول لحضراتكم دي تتشاط بوش الرجل مع عطية صابر. هيلعب عرضية ويلعب عرضية وعلى القائم البعيد، ولولا ايد عبد الواحد كانت هتبقى الهدف الخامس. يلعبها على طول جوه المنطقة. بقول لكم كل ده يبقى سهل لدفاع النادي الإسماعيلي. مدحت عرضية حلوة رأسية يطلع على طول، ولمسة يد على نادي الزمالك. مالكش دعوة، يديله انذار ما يديلوش مش بتاعتك. فعلا كرة جميلة عبد الواحد، وتسديدة وتقع من محمد فتحي، لكن يمسكها على طول. مقبول انها تقع ليه؟ عاملة بند من مسافة ممكن تعمل له مشكلة. ادي النوس نجم الإسماعيلي في عصره الذهبي كده ممكن تقع. ابراهيم حسن وجمال حمزة. ادي النتيجة واضحة جدا على اوتوفيستر وحلمي طولان. فيليكس مش سايبه عمرو، قال له هتروح فين؟ فات وصفر على طول احمد عودة وادى ضربة جزاء. صفر احمد عودة وادى ضربة جزاء لنادي الزمالك. هو كان مغطي كويس قوي في الاول دفاع النادي الاسماعيلي او حمام. ادي الكرة مرة تانية نبص مع حضراتكم. ادي فيليكس، الحقيقة افضل لاعب الزمالك هو الغندور. ادي الفوتة وادي العرقلة وادي ضربة الجزاء. ما حدش يتكلم صح، مفيش كلام. اهو سمح له انه يفوت هنا، لما يفوت هنا خد رجله ادى ضربة الجزاء. بقت ضربة الجزاء لنادي الزمالك في الدقيقة كام بقى؟ الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضياع. الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب، عدد كبير الحقيقة من المسؤولين والوزراء، ومحمد فتحي. حط الأولى حازم على شمال محمد صبحي قبل ما يخرج. المرة دي جاله محمد فتحي. حازم وفتحي وأحمد عودة، وجماهير الزمالك صحيت مرة تانية، وجماهير الإسماعيلي حاطة ايدها على قلبها. وحازم إمام وضربة الجزاء، ودخل حازم وجوه الجول، وجوه الجول حازم إمام. حازم إمام تيجي في العارضة وتدخل تبقى الهدف الثالث لنادي الزمالك برضه بدون داعي. ما تسيبوا الكورة، ما هو هياخدوها وهيلعبوا وهيسنطروا بلا أي داعي، بلا أي داعي، بلا أي داعي. بنالتي شاطها حازم إمام، حطها تبقى الهدف الثالث لنادي الزمالك والهدف الثاني لحازم إمام عشان يبقى عنوان هجوم الزمالك حازم إمام وفيليكس وخالد الغندور، و3 الزمالك و4 الإسماعيلي. دي حازم حطها برضو حلوة قوي، كان الله في عونه أعصابه، لكن بيدي هدية لوالده كابتن حمادة إمام، بيتمنى له وبنتمنى له الشفاء إن شاء الله. وتبقى الهدف الثالث لنادي الزمالك و4-3 نادي الزمالك. وبيطلق الحكم الدولي أحمد عودة أعزائي المشاهدين صفارة النهاية، معلنا فوز نادي الإسماعيلي 4 والزمالك 3، ليصبح العنوان الختامي للمباراة: نحن أهل القمة، الدراويش يعيش يعيش. Excuse me, Mr. Officer.